لو فكرت في السلاحف أول حاجة هتيجي في بالك هي الكائن البطيء اللي عايش بهدوء وملوش في الحركة الكتير، صح؟ لكن استنى شوية، لأن في نوع معين من السلاحف هيغير فكرتك تماما. لو بتفكر تربي سلحفة في البيت أو حتى بتحب الكائنات الغريبة، يبقى لازم تتعرف على الريد اير سلايدر أو السلحفة ذات الأذن الحمراء، اللي بتعتبر من أشهر وأغرب أنواع السلاحف المائية في العالم. ورغم شكلها اللطيف إلا إنها كائن ذكي جدا وعنده قدرات عجيبة تخليها مختلفة عن أي سلحفاة تانية. أهلا بيكو، يلا بينا نتعرف على أذكى السلاحف المائية. أول حاجة هتلاحظها في السلحفة دي هي العلامة الحمراء اللي جنب ودانها، وده السبب في تسميتها ريد اير سلايدر. لكن المفاجأة إن العلامة دي ملهاش أي علاقة بالسمع أصلا. السلاحف بشكل عام ما عندهاش ودان بارزة زي البشر، لكن هي بتسمع بطريقة مختلفة تماما عن اللي احنا متعودين عليها. بدل الأذن العادية، السلاحف عندها غشاء رقيق تحت الجلد بيستقبل الاهتزازات الصوتية من المية أو الهواء، وده بيساعدها تميز الأصوات اللي حواليها، وبالذات الأصوات القوية زي حركة المية أو لما يكون في حيوانات مفترسة مقربة منها. وعلامة اللون الأحمر دي مش مجرد شكل جمالي، لكن هي واحدة من وسائل التمييز بين الذكور والإناث، واحيانا بتساعد السلاحف على انهم يتعرفوا على بعض في البيئة المائية. وما تستغربش لما تشوف السلاحف مش كلها عندها نفس اللون الاحمر ده، علشان مش كلهم زي بعض. ممكن تلاقيه غامق وممكن فاتح وممكن ما تلاحظوش اصلا. كلنا واخدين فكرة ان السلاحف بطيئة جدا، بس الريد اير مش كده خالص. الريد اير سلايدر سباحة ماهرة جدا وتقدر تتحرك بسرعة رهيبة في المية، وده بفضل رجليها اللي شبه الزعانف. وكمان ده بيساعدها في الهروب من أي خطر. يعني ممكن تكون بطيئة على الأرض، لكن في المية الموضوع مختلف خالص. وكمان عندها قدرة غريبة على القفز جوه المية بسرعة مذهلة. يعني لو حست بالخطر وهي على الأرض هتلاقيها بتندفع فجأة وتغطس بكل رشاقة كأنها بتطير تحت المية. من الحاجات اللي هتستغربها برضو في الكائن ده إنها مش بس بتشوف كويس، ده كمان بتقدر تميز الألوان المختلفة، وده بيساعدها تختار الأكل المناسب ليها. مش بس كده، هي عندها قدرة غريبة على شم الروائح تحت المية، عن طريق إنها بتدخل المية في مناخيرها وتميز الريحة جواها. تخيل إنك تشم وإنت مغمور في المية، ده شيء مستحيل للبشر، لكن بالنسبة للريد اير طلع الموضوع عادي جدا. الريد اير مش مجرد كائن عايش في صندوق زجاجي، دي بتتعود على صاحبها وبتعرفه من صوته وحركته. لو ربيتها كويس هتلاقيها بتتحمس لما تشوفك، وممكن حتى تيجي عليك لو ناديت عليها. واوقات تلاقيها بتطلب الاكل بطريقة ذكية جدا، زي انها تقرب منك او تتحرك بحماس. الموضوع ده بجد حقيقي وممتع جدا. تحس انها واخدة شخصية الكلاب شوية كده، بس متجسدة في الكائن اللطيف ده. في سؤال بقى ممكن يكون بيدور في عقولكوا دلوقتي، هي السلحفة الصغيرة دي بتعيش زي الأنواع اللي احنا متعودين عليها عادي وبتفضل صغيرة كده ولا بتكبر؟ الريد اير لو اعتنيت بيها كويس ممكن تعيش من 20 ل 40 سنة، وده معناه انك هتكون معاك كائن حي بيفضل معاك تقريبا طول حياتك. اما عن حجمها فممكن توصل لحد 30 سنتيمتر في الطول، لكن اغلب اللي بيتربوا في البيوت بيكونوا اصغر من كده شوية. يا ترى السلحفة دي بتفضل تحت المية على طول؟ لا طبعا، ده حتى اسمها بر مائية. طب هل بتطلع كتير بره المية؟ ايوه طبعا، وده ضروري كمان. الريد اير رغم انها بتعيش اغلب وقتها في المية، الا انها لازم تطلع وتعرض جسمها للشمس او لمصدر ضوء قوي زي اللمبات الخاصة بالسلاحف، وده علشان جسمها يمتص فيتامين دي 3 الضروري لعظمها، والا ممكن تصاب بمشاكل صحية خطيرة زي تشوهات في الصدفة. طب الكائن الكيوت ده بياكل ايه؟ انا قاصد اقول كيوت على فكرة علشان تركز في اللي جاي. السلاحف دي بتاكل كل حاجة تقريبا، بتاكل الحشرات والدود والخضروات والفواكه واحيانا حتى الاسماك الصغيرة. دي ناقص تاكلنا، بس خد بالك لازم يكون في توازن في اكلها علشان ما تتصابش بالسمنة او مشاكل صحية. وصدق او لا تصدق، في سلاحف بتبقى مزاجها عالي جدا وبتنقي انواع اكل معينة. من الحاجات اللي ناس كتير ما يعرفوهاش ان السلاحف الريد اير بتبدل طبقة من صدفتها مع الوقت، وده شيء طبيعي جدا. فجأة ممكن تلاقي الطبقة الخارجية بتقشر وتطلع تحتها طبقة جديدة انعم والمع، ودي طريقة جسمها في التجديد والنمو المستمر. واللي اغرب من كده ان بعض السلاحف ممكن تاكل الاجزاء المتقشرة من صدفتها بعد ما تقع، وده علشان بتحتوي على معادن مفيدة بترجع لجسمها تاني.
وكمان لو كانت البيئة اللي عايشة فيها مش مناسبة، زي إن المية مش نظيفة أو مفيش ضوء كفاية، ممكن تتأثر عملية تغيير القشرة وتسبب مشاكل صحية، وده يخلي صدافتها ضعيفة أو يتراكم عليها فطريات. فمهم جدا إنك تتابع شكلها وتتأكد إنها بتتقشر بشكل طبيعي. الغريب ان سلحفة الريد اير انتشرت في اماكن كتير جدا لدرجة انها بقت مشكلة بيئية في بعض الدول. بس ثانية واحدة، انت تعرف اصلا ان موطنها الاصلي هي امريكا؟ ايوه، السلحفة اللي منتشرة جدا دي اصلا امريكية، بس ناس كتير كانوا بيربوها وبعدين بيطلقوها في البرك والانهار، فبدأت تنافس الانواع المحلية من السلاحف وتاخد مكانها، وده عمل خلل في النظام البيئي لدرجة ان بعض الدول بقت تمنع بيعها علشان تتحكم في انتشارها، ومن قريب اتمنع استيرادها فعلا في مصر، وده اللي خلى سعرها يعلى كتير، وتقريبا بقى اللي موجود دلوقتي معظمه انتاج محلي مش مستورد. تربية السلحفة الريد اير سلايدر تجربة ممتعة، بس هي مش سهلة زي ما ناس كتير فاكرة، علشان محتاجة رعاية خاصة واهتمام مستمر علشان تعيش حياة صحية وسعيدة. أول حاجة لازم توفر لها حوض كبير فيه مساحة مية كفاية للسباحة، ده غير إن لازم يكون في منطقة جافة علشان تطلع عليها علشان تاخد راحتها في الاسترخاء والتدفئة، والمية لازم تكون نظيفة دايما، وده معناه إنك هتحتاج فلتر قوي لأن السلاحف دي بتعمل فوضى كبيرة، ووجود الفلتر بيساعد في منع انتشار البكتيريا والامراض. كمان السلحفة دي محتاجة تتعرض لضوء UVB سواء من الشمس الطبيعية او من لمبات خاصة، لان الضوء ده بيخلي جسمها يمتص فيتامين D3 الضروري لصحة العظم والصدفة، والا ممكن تصاب بمشاكل خطيرة زي التشوهات. اما عن الاكل فهي بتاكل كل حاجة تقريبا زي ما قلنا من شوية، بس لازم يكون نظامها الغذائي متوازن بين البروتين الحيواني والخضروات، لأن الإكثار من البروتين ممكن يسبب لها مشاكل صحية. وأهم نقطة لازم تاخد بالك منها إنك ما تخرجهاش في الشارع أو تسرحها في الطبيعة، لأن السلاحف دي لو انتشرت في بيئة جديدة بتسبب ضرر كبير، وده السبب إن بعض الدول بقت تمنع بيعها علشان تتحكم في انتشارها. فلو قررت تربيها لازم تكون مستعد للمسؤولية، لأنك مش بس هتربي سلحفة، أنت هتكون مسؤول عن كائن ذكي ممكن يعيش معاك 20 سنة أو أكتر. في النهاية تستاهل تتربى. الريد اير سلايدر سلحفاة ذكية وجميلة وعندها تصرفات غريبة ومسلية، لكن هي كمان مسؤولية كبيرة ومش مجرد ديكور بيتحط في حوض. فلو قررت تربيها لازم تكون جاهز للعناية بيها لمدة طويلة، لأنك مش بس هتربي سلحفاة، انت هتكون عندك كائن ذكي جدا ممكن يرتبط بيك بطريقة مدهشة. بس كده خلاص، مستنيينكم تكتبوا لنا في التعليقات ايه المعلومات اللي كانت بالنسبه لك جديده ومذهله، وايه المعلومات اللي دايما بتدوروا عليها ومش لاقيينها علشان نتكلم عنها في الحلقات اللي جايه. اهم حاجه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، واستنونا الحلقه الجايه.